السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حلقة جديدة من قناة محمد خالد، والنهاردة بإذن الله هقول لكم إزاي تعملوا قيمة فريق عالية زي الفريق اللي أنا عامله ده، فريق برايتون. زي ما انتوا شايفين لعيبة كلها عالية، وقيمة الفريق 1,343,000,000. لو رحنا هنا وبصينا على قيمة الفريق هنلاقي قيمة الفريق بتاعنا في المركز الأول ب1,343,000,000، وفرق أقل من 100 مليون بحاجة بسيطة عن فريق مانشستر سيتي. يعني فرق 100 مليون دي حاجة كويسة خالص، وبالذات احنا هنا في كأس الرابحين ولسه في الجولة الرابعة. يعني إن شاء الله هكمل 2 مليار بالفريق ده، أو على الأقل 1,800,000. هنروحوا على الطريق على طول اللي بتخليني قيمة الفريق بتاعتي متصدر في الدورة على طول بقيمة الفريق. هنروح هنا، كل اللي بعمله اني هقول لكم لو مثلا احنا في بداية الدوري هنروح نحطه اللعيبة القوية عندنا. بس انا بمثل هنا ايضا، انت لما تبدأ الدوري مش هتكون اللعيبة 121 او اللعيبة بالحاجات دي. اكتر لعيب مثلا في برايتون هتلاقيه 80 بالكتير او 85، فهتمسك اعلى لعيبة وتحطها على قائمة الانتقالات باعلى سعر. ده في بداية اول ما تمسك الفريق. هتروح مثلا على أول 4 مهاجمين سعرهم عالي وتبيعهم بأعلى سعر. بعد كده أول ما تبيع المهاجمين دول بأعلى سعر، مثلا لما تفتح تاني مرة وتلاقي نفسك اللعيبة اتباعت، هتمسك الفلوس اللي انت لسه بايع بيهم اللعيبة وأيضا تروح على قائمة الانتقالات وتجيب أعلى لعيبة على قائمة الانتقالات موجودة، وتخش الفريق تاني وتبيع اللعيبة دي اللي انت لسه مشتريها بأعلى سعر، وتقعد تكرر الحركات دي في ال3 أيام اللي هما بيديهم لك إعداد قبل ما تلعب الجولة الأولى. بعد كده أول ما تمسك الفريق في الجولة الأولى تشتري لعيبة كويسة محترمة تحطها في التشكيلة بتاعتك لو ماتش قوي تلعب بيها الماتش، وبعد الماتش مباشرة تبيع أعلى لعيبة عندك في الفريق. أو حاجة تانية إنك ممكن لو هتلاعب فريق ضعيف تحط تشكيلة مش أعلى اللعيبة عندك، وفي نفس الوقت تحط اللعيبة دي على قائمة الانتقالات بأعلى سعر. تاني حاجة وهي اللي بتفرق معايا أيضا اللي هو المباريات الودية، بتفرق جامد في بتزود اللعيبة عندك. بس أنا لسه هنا كنت لاعب ماتش ودي وفايز 3-0. بزود اللعيبة يعني عندنا هرنانديز زاد 22%، جرمالدو 19%، هرنانديز 19%، ليورو سانيه 19% أيضا. الوديات دي وبتساعد أيضا في إنك تبيع اللعيبة بسرعة وبسعر عالي، وأيضا بتزيد من قوة اللعيبة في فريقك وبتزود القوة بتاعتهم. بالذات المباريات الودية تفرق جامد معاك لو انت فريقك مثلا في كأس الرابحين والقوة بتاعته عالية زي ما انتوا شايفين 115 112 106 105، نص الملعب 124 121 109 105 103 101، دفاع 121 117 117 117 113. يمكن أضعف حاجة عندي هنا حارس المرمى، وده هنا هيساعد معاك. يعني انت لما تزيد 1% هيبقى مثلا 116، ممكن ال1% اللي هيزيد ده هيزود لك حوالي 10 مليون أو حاجة زي كده. يعني هنا لو بصينا الفرق بين 117 ل121 4% فقط، زايد 25 مليون اللي هو جرمالدو عن سيو هرنانديز، زايد 25 مليون. ودي كانت الطرق اللي انت تعلي بيها قيمة الفريق بتاعك. وهنا قد انتهى الفيديو، أرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يأتي لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.